عروسه انما ايه شقيه ومنرفزه لكن دماغها ايه تحب المستحيل تعرف حاجات كتير واللي يغير يغير دي عروسه ومشكله. اسمها كنزي كنزي اسمها كنزي بتقدم معرفه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. خارجه من الكمبيوتر شاطره تعرف لغات وهي قاعده على النت بتعمل شات تجمع معلومات ده غير الحركات وعليها قفشات دي كنزي. اسمها كنزي كنزي اسمها كنزي بتقدم معرفة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أنا وكنزي أصحاب مهما كنا أغراب أهرب من هتناديني ألاقيها وتلاقيني ألاقيها وتلاقيني بس أعمل إيه قولوا لي أعمل إيه. اسمها كنزي كنزي اسمها كنزي بتقدم معرفة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كل يوم هنقابلكم ونروح مكان جديد ودينا بنتسلى ونعرف شيء جديد. مكتبة اسكندرية أهو نتسقف شوية نطلع منها ونتسلى في حديقة الحيوانات. اسمها كنزي كنزي اسمها كنزي بتقدم معرفة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. صباح الخير يا كنزاوي. صباح الخير يا كنزي. ايه ده؟ انت اللي مقعدك كده؟ سيبك من القعده، هتوديني فين النهارده؟ انا عايزه اتفسح فسحه جميله. لا انسي الفسح دي خالص النهارده، انا عندي مشاوير مهمه جدا وكمان جدول اعمالي مليان. جدول اعمالي مليان؟ ايوه قول كده. يعني انت رايح فين دلوقتي؟ انا يا ستي دلوقتي هروح علشان اشتري هديه لواحد صاحبي. هديه؟ يعني ايه هديه يا كنزاوي؟ وما جبتليش ليه انا كمان هديه؟ في المناسبات يا ست كنزي احنا بنجيب هديه زي مثلا مناسبه عيد الميلاد، مناسبه النجاح، مناسبه الفرح، اي مناسبه جميله بنجيب فيها هديه علشان نعبر بيها عن سعادتنا تجاه الشخص اللي احنا بنديها له. طب انا عايزه هديه، ما جبتليش ليه هديه؟ بطلت اسمها كنزي عروسه انما ايه شقيه ومنرفزه لكن دماغها ايه تحب المستحيل تعرف حاجات كتير واللي يغير يغير دي عروسه ومشكله. اسمها كنزي كنزي اسمها كنزي بتقدم معرفة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. خارجه من الكمبيوتر شاطره تعرف لغات وهي قاعده على النت بتعمل شات تجمع معلومات ده غير الحركات وعليها قفشات دي كنزي. اسمها كنزي كنزي اسمها كنزي بتقدم معرفة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أنا وكنزي أصحاب مهما كنا أغراب أهرب من هتناديني ألاقيها وتلاقيني ألاقيها وتلاقيني بس أعمل إيه قولوا لي أعمل إيه. اسمها كنزي كنزي اسمها كنزي بتقدم معرفة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كل يوم هنقابلكم ونروح مكان جديد ودينا بنتسلى ونعرف شيء جديد. مكتبة اسكندرية أهو نتسقف شوية نطلع منها ونتسلى في حديقة الحيوانات. اسمها كنزي. اتفضلي يا ستي ادينا وصلنا. شكرا. طبعا نور. تحت امرك. من فضلك عاوز اعمل بوكيه ورد. انا تحت امرك. في مناسبه معينه؟ مناسبه عيد ميلاد صديق. تحب تختار معايا الالوان ولا عندك حاجه على ذوقي؟ لا على ذوقك افضل. اوكي حاضر. وانا يا كنزاوي مش هتجيب لي انا كمان هديه زي صاحبك؟ طبعا هجيب لك بس مش دلوقتي. لا دلوقتي. انت بتقول لي الورد جميل وانا عايزه ورد من الورد الجميل ده. انا عايزه من دي ودي. بصي يا كنزي استني شويه. ودي ودي. استني يا كنزي، انت طبعا عارفه ان الورد ده لكل ورده ليها لغه معينه ومعاني كتيره كمان مش كده؟ اكيد طبعا. طيب وتعرفي كمان انه من لون الزهره ومن نوعها نقدر كمان اننا نعرف حاجات كتير. اكيد طبعا. مش كده؟ يعني هتجيب ورد ولا مش هتجيب ورد؟ يعني هجيب لك ورد يا كنزي بس اهدي شويه. اوكي اهدى. طب هتجيب ورد ولا مش هتجيب ورد؟ هجيب لك ورد. تعالي بس ندخل جوه علشان نشوف يعمل لنا بوكيه الورد ازاي. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا.
عارفه يا كنزي انه في بلاد كتيره زمان عملت من الزهور رمز للبلد، زي مثلا زهره اللوتس في مصر الفرعونيه. وعارفه كمان زهره ايه؟ البنفسج. صح كده. وزهره البنفسج دي يا ترى كانت رمز البلد ايه؟ كانت رمز الزهرة الوطنية في سينا زمان. شاطره يا كنزي. يا سلام يا سلام، ده موضوع الورد ده كبير قوي. وايه كمان؟ عارفه كمان ان الورد ده عملوا له قواميس تتكلم عن لغه الورود، وكان اول قاموس ظهر فين يا كنزي؟ في فرنسا سنة 1818. ما انت شاطره يا كنزي اهو مذاكره. اللي انا عارفاه ان الورد ده عجبني جدا ومخليني سعيده ومبسوطه قوي من الوانه المبهجه دي، وريحته حلوه قوي 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 دي. طبعا انت عارفه يا كنزي ان الورد ده كانوا بيستعملوه كمان في بعض الحالات المكتئبه. الناس اللي مكتئبين كانوا بيعملوا ايه؟ الناس المحزونين المتضايقين فعلا كده كانوا بيستخدموه في علاجهم. صح مظبوط. وكانوا كمان بيطلعوا منه زيوت بيعملوا انواع كتيره منها للعطور. وعشان كمان الجلد. وعشان ايه؟ الجلد. عشان الجلد فعلا كانوا بيستخدموه في علاج بعض الامراض الجلديه. اوكي مش كده؟ نايس كمان تقول لي بياكلوه ويشربوه. وانت عرفتي منين؟ فعلا ده في مربى ورد وفي شربات ورد، وكان اليابانيين كمان عندهم اكله مفضله هي شوربه الورد. شوربه ورد؟ ايوه شوربه ورد. يا ترى طعمها ايه؟ كنزاوي إيه؟ انا عايزه اروح اشرب شوربه ورد. والله العظيم دي فكره، تصدقي هنبعتك هناك في اقرب وقت ممكن علشان اتخلص منك. الله يسامحك. ايه رأي حضرتك كده يا فندم؟ الله فعلا بوكيه هايل. قول لي بقى انت حطيت لنا فيه ايه من انواع الورد؟ بص حضرتك، ده بامبو، ده كريزانتيم، ده ورد، ده ليليوم، ده انطوريوم. الله. ايه رايك يا كنزي؟ حلو جميل، بس على فكره حرام لما تقطفوا الورد كده يموت. لا، الورد عمره ما يموت، لان احنا بنحطه في طريقه نقدر نحافظ عليه، وبعدين احنا الورد ده جايبينه عشان خاطر حضرتك انت مخصوص. شكرا كنزاوي. فين البوكيه بتاعي؟ قلت لك هبقى اعمل لك بوكيه في عيد ميلادك ان شاء الله. طب وهتاخدني معاك عيد ميلاد صاحبك ولا لا؟ والله انا ما استاذنتهوش، استاذنه الاول وبعدين اخدك معايا. بقى كده يلا بينا بقى. استنى ايه؟ سؤال اصحابنا فين؟ فعلا كنت هنسى. قولوا لي يا اصدقائنا، احنا النهارده كنا طبعا بنتفرج على الورد وكنا بنشتري الورد اللي احنا ماسكينه ده دلوقتي. عاوزين اسمين من اسماء الزهور اللي بتطلق على البنات. اكيد عرفتوا صح؟ بطلت اسمها كنزي عروسة انما ايه شقية ونرفوزة لكن دماغها ايه تحب المستحيل تعرف حاجات كتير واللي يجري يغير دي عروسة ومشكلة اسمها كنزي اسمها كنزي بتقدم معرفة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام خارجة من الكمبيوتر شاطرة بتعرف لغات وهي قاعدة على النت بتعمل شات تجمع معلومات ده غير الحركات وعليها قفشات دي كنزي اسمها كنزي اسمها كنزي بتقدم المعرفة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام أنا وكنزي أصحاب مهما كنا أغراب أهرب منها تناديني ألاقيها وتلاقيني وتلاقيني بس أعمل إيه قولوا لي أعمل إيه اسمها كنزي اسمها كنزي بتقدم معرفة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام كل يوم هنقابلكم ونروح مكان جديد
ودينا بنتسلى ونعرف شيء جديد. مكتبة اسكندرية اهو نتثقف شوية، نطلع منها ونتسلى في حديقة الحيوانات. اسمها كنز